كابتن حسن شحاتة المعلم، مساء الخير على حضرتك مرة تانية، تحياتي. استاذ احمد، مساء الخير على حضرتك يا حبيبي، وتحياتي لحضرتك وللقناه والشغل اللي انت حضرتك عامله، فتحياتي ليك يا رب كده دايما موفق ان شاء الله. مصر تستحق النجاح اللي حضرتك عملته 6 و8 و10. يعني انت عارف ان انا كلامي هيبقى مجروح. لا مش مجروح ولا حاجة، معلش انا كلامي مجروح، عارف حضرتك ازاي؟ نعم. فانا اساسا ما بحبش اتكلم كلام، لكن هي حاجه وحيده هقولها لك. عارف، واتمنى بس ان هم يعني الزملاء والاخوه وبتاع يسمحوا لي ان انا اقولها، وهي ان انت راجل بتجامل، سواء بتجامل لعيبه او بتجامل انديه او بتجامل مصالح شخصيه، واحنا دايما نقول المصالح بتتصالح. عرفت حضرتك ازاي؟ وده اللي احنا بنسمعه وده اللي احنا بنعرفه، واللي احنا بنسمعه برضه نعرفه انت قلته. في لعيبه اكبر من الاتحاد، في لعيبه بتطلب مين يلعب ومين ما يلعبش. فده مش معقوله يعني مثلا ده يبقى كلام في منتخب مصر العظيم، بلدنا اللي بيمثل 100 مليون بني ادم. يعني احنا نبقى مع الناس التانية بره ازاي؟ نتعامل معهم ازاي؟ يعني احنا كنا بنتعامل معاهم بعد الثلاث بطولات اللي حصلوا دول، مش هقول لك بعنجهيه وبتاع، كنا بنتعامل معاهم عشان احنا حاجه تانية، راسنا مرفوعه، كورتنا حلوه، حاجات كتيره جدا جدا. ماتش البرازيل ما حدش ينسى البرازيل، عملتوا ايه؟ ما انا بقول لحضرتك يعني، والبطولات عالمي، والبطولات لكن ان احنا نيجي النهارده نبقى كده. يعني انا واحد من الناس، انا قاعد في بيتها ولا نزلت ولا اتحركت عشان ما حدش يسالني سؤال. يعني عشان ما حدش يسالني سؤال. وكنا في حاله بصراحه بالامانه، في حاله حزن ما بعدهوش حزن، مش كده؟ لكن احنا من اول ماتش بنقول ان احنا مش هنكمل، يعني بيني وبين نفسي ان احنا مش هنكمل. فما ينفعش كده يا استاذ احمد. كابتن حسن، ايه اللي الفارق ما بين منتخب 6 8 10؟ الفارق الفني كبير قوي. طبعا مش هقول بالنسبه لكل اللعيبه، لان في لعيبه في منتخب مصر لعيبه كبار ولاعيبه عظام ولاعيبه امكانياتهم الفنيه عاليه، حاجات كتيره جدا جدا تقدر. بس مين اللي بيوظفهم؟ مين اللي بيشكلهم؟ عرفت حضرتك ازاي؟ فلما يبقى فيه، يعني انا النهار امبارح ان اطلع 2 بتوع نص الملعب، طب وبعد ايه؟ لا، في حاجات كتيره جدا جدا يا استاذ احمد، في حاجات كتيره جدا جدا. يعني احنا وقتنا ما يسمح لناش ان احنا نتكلم في كل الحاجات دي كلها. لكن هي الحاجه الوحيده اللي بقول لحضرتك عليها، ليه المحسوبيه والمجاملات؟ ليه؟ لصالح مين؟ احنا بنلعب باسم مصر. في ناس كتيره مش فاهمه مصر دي تبقى ايه. لو حضرتك مدير الفني للمنتخب، كان كام لاعب من اللي بيلعبوا يبقوا مع حضرتك صراحه؟ كتير 4 5. 4 5؟ ايوه كتير 4 5، بما فيهم الاحتياطي كمان. ايوه، لان دول ناس ما بتلعبش بروح، ما بتلعبش بوطنيه. الوطنيه يا استاذ احمد عملت فينا حاجات في 6 و8 و10، غيرت حاجات كتيره وكملت حاجات كتيره جدا للعيبه. انك بتلعب باسم بلدك باسم مصر. وبعدين ربنا بصراحه ربنا كرمني ان انا كان معايا مجموعه، يعني ما اظنش انها تيجي في اي وقت من الاوقات. يعني ما اظنش انها تيجي في اي وقت من الاوقات. معاك زيدان، معاك ابو تريكه، معاك بركات، انا ما كنتش كل محليين، كلهم لعيبه محليين. الحضري طبعا بس. حسني عبد ربه، احمد حسن العالمي. أيوة طبعا وائل جمعه، واحمد فتحي. يعني لا كتير، لا كتير. انا كان معايا في الثلاث سنين سيد معوض بالظبط 3 سنين. ومحمد شوقي وغيره. يعني الواحد بس عشان ما ننساش حد. معايا 42 فيديو جديد وناري تعيين مدرب لمنتخب مصر ضرب نار. مين هو المدرب؟ محدش عارف. عينه طبعا كابتن محمد يوسف، مدرب طبعا مؤقتا، وباذن الله بعد ما يجي مدرب هيكون مدرب عام. وعينوا كابتن علاء نبيل مديرا للكوره باين بعد رحيل فيتوريا. طبعا يا جماعه يعني اللي مش عارف الخبر، رحيل فيتوريا منذ قليل اتحاد الكوره اعلن رسميا مين هو المدرب. في ناس بتقولك حسام حسن شحاتة، مش عارف مين ومين. ماشي معاه. يعني انت مين اللي هيجي في الاخر؟ انا نفسي واتوقع حسام حسن هو كابتن حسن شحاتة هو اللي هيتعين. كابتن حسن شحاتة هو اللي هيتعين.
اسمع انا بقول لك ايه، كابتن حسن شحاتة كبير وخبرات وحاجات كتير جدا جدا يعني.